السلام عليكم. ازيكم؟ دايما كنا بنسمع عن الكنوز المفقوده وعن المستكشفين دايما اللي بيجروا وراها، والموضوع ده في الحقيقه واخد حيز كبير جدا من صناع السينما والمؤلفين، ولسه بيتكلموا عنها لحد النهارده وبيتعمل عنها افلام. بس الكلام ده كله كلام افلام، واننا على ارض الواقع الكلام ده غير، صح كده؟ لا للاسف مش صح. وخليني احكي لك عن كنز اتوجد على ارض الواقع وفضل لغز كبير لحد ما واحد لقاه سنه 2020، وهنتكلم النهارده عن لغز فورست فين. رضانا النهارده في تكساس، وتحديدا سنه 1988 لما تشخص فورست فين بالسرطان، والاطباء قالوا له انك هتموت قريب. فورست كان طيار في الجيش الامريكي وكانت رتبته رائد، وخدم في حرب فيتنام وعمل 328 معركه جويه ونجا منهم كلهم، واخد وسام النجمه الفضيه، وده ثالث اعلى وسام في الشجاعه من القوات الامريكيه. واستمر خدمته في الجيش 20 سنه لحد ما استقال. وبعد ما استقال فتح معرض كده وكان بيشتري اشهر المنحوتات من اشهر الفنانين ويصبها بالبرونز وبعدين يبيعها، وبدا يكبر اكتر ويتعرف اكتر لحد ما بدا يبيع منحوتات وقطع اثريه امريكيه اصليه. وفي اواخر الثمانينات المعرض كبر اكتر لدرجه انه بقى بيحقق 6 مليون دولار في السنه الواحده. المهم وصلنا لسنه 88 لما تشخص بالسرطان. فين بص لقى نفسه هيموت ومعاه فلوس كتير وهو مش عارف يعمل بيها ايه، رايح جايب صندوق كبير كده وحط فيه ذهب واحجار كريمه وتحف اثريه في الصندوق ده، وقرر انه يروح بيه الجبل ويعتزل بيه هناك لحد ما يموت. بس المفاجأة ان فين خف من السرطان وبقى زي الفل، والكنز لسه زي ما هو. طب هتعمل ايه يا عم فين؟ قال لك بس انا هلعب لعبة. وفي سنة 2010 راح خبى الصندوق ده في حتة في جبال روكي، ونشر كتاب مكتوب فيها قصة حياته وقصيدة هو اللي مؤلفها، واعلن للعالم كله عن الكنز المستخبي ده، وقال لهم يا جماعة اللي هيعرف يفك القصيدة هيعرف مكان الكنز فين، وقال اللي يلاقيه يا سيدي حلال عليه. طيب الصندوق ده قيمته كام يا عم فين؟ قال لك الصندوق ده قيمته 2 مليون دولار امريكي، وقال ان القصيده فيها 9 ادله ولو مشى معاهم بالترتيب هيعرفوا فين الكنز ومكانه. وعشان يسهلها عليهم اكتر حدد 4 اماكن بس هيلاقي الكنز في واحد فيهم، وهم نيو مكسيكو ومونتانا وكولورادو ووايمنج. المهم الناس كلها سخنت وطلعت تدور. طلع اكتر من 350 الف شخص يدوروا على الكنز، طلعوا الجبال ومشوا في السهول عشان خاطر بس يلاقوا الكنز ده. وطبعا وده المتوقع كان في ضحايا، وكان عددهم 5، منهم اللي غرق ومنهم اللي وقع من ارتفاع عالي. وطبعا في ناس كتير خلفت القانون، يعني واحد اتقبض عليه وهو بيحفر تحت مكان اثري عشان خاطر كان متخيل ان الكنز تحت المكان ده، وواحد تاني كان معاه كاشف معادن في حديقه قوميه وكان بيحفر هناك بيه، وفي واحد جابها من قصيرها وراح مقتحم بيت فين نفسه وسرق صندوق من عنده كده قديم على الطراز الاسباني وكان فاكر ان هو ده اللي فيه الكنز، واتقبض عليه وهو شايل الصندوق. وفي واحد تاني ربط نفسه بحبل ونزل من ارتفاع 260 متر عشان يوصل للكنز، رغم ان فين قال ان الموضوع ما فيهوش تسلق او اي اعمال خطيره، وطبعا ما عرفش يطلع تاني والقوات جت انقذته وقبضت عليه اسبوع لحد ما دفع كفاله اللي هي ثمن بعثه الانقاذ واللي كان 4000 دولار، واتمنع من دخول الحديقه دي 5 سنين. يعني تبقى خارج ومعشم نفسك بالكنز ترجع دافع 4000 دولار ومحظور 5 سنين من دخول المكان. وفي 2017 شرطه ولايه نيو مكسيكو طلبت من فين ان هو يلغي موضوع الكنز ده، وقالوا له ان انت كده بتعرض حياه الناس للخطر، بس طبعا فين ما سمعش الكلام ونفض له. المهم رحله البحث عن الكنز ده استمرت 10 سنين لحد يوم 6/6 سنه 2020 لما اعلن فين على صفحته ان في واحد قدر يفك شفرات الكنز ويلاقيه، وبعت له الدليل على صفحته. وفين قال في البيان بتاعه ان هو ما يعرفش شخصيه اللي لقاه، بس هو بيقول له مبروك عليك، وبيقول لل 350 الف واحد اللي شاركوا في الموضوع ده مبروك عليك المغامره واستكشاف الطبيعه. وفي واحد اسمه ديفيد هانسون رفع دعوه قضائيه على فين وطالب انه ياخد 1.5 مليون دولار تعويض، وقال ان السبب ان هو تاه وهو بيدور على الكنز بسبب المعلومات الاحتياليه والمضلله اللي عملها فين في القصيده بتاعته. وفي ناس تانية قالت ان الكنز ما كانش موجود اصلا وان البحث عنه مجرد خدعه خاصه، وبسبب الضغط الكبير من الاعلام ومن الناس وقتها على فين اضطر انه يكشف عن الشخص اللي لقى الكنز، والشخص ده كان جاك ستوف من ولايه ميتشيجن وعنده 32 سنه ولقاه في مدينه وايمنج. وقال جاك ان هو اللي طلب من فين ان هو ما يعلنش عن اسمه، وده الاسباب تتعلق بسلامته وامنه، الا ان الكشف عن هويته كان امر ضروري لاسباب قضائيه. وبس كده لحد هنا خلصت قصتنا النهارده، وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو حبيت تبص على المصادر هتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكريبشن، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف حكايتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.